من شان القلب حطيت اسمي معاوية مشان تطلعني. أنا من الأقليات بسوريا. نحن اللي عم يصير فينا وضع كتير خطير. وينكم يا أهل العراق؟ الإمام الحسين استشهد لأنه ناصر الحق. أنتوا ليش ما عم تناصرونا؟ ناصرونا الله ينصركم. نحن وضعنا والله الأطفال، النساء تسبى، الأطفال تقتل. اليوم الأطفال بالطرقات مش من شال قلبهم. هذا كلام يصير؟ احنا وياكم اخونا، والله انا قاعد انزل مقاطعكم واستنكار ومسوي قنوات بسالكم، بس انا يعني شنو بيدي حالي من حاله كم اطالب بنص شيعه سوريا وعلويه سوريا. صوتك بعيد اخونا، صوتك بعيد ضيف، صوتك بعيد أقول لك ضيفي. إنه واحد يقتلوا أهله قدامه ويموتوا أهله. طيب شو نحن شو الذنب اللي مرتكبينه؟ وشو الذنب اللي مرتكبته الطفلة الصغيرة حتى تنقتل بحكم إنها من فلول النظام؟ هاي طفلة شو سواها من فلول النظام؟ هذا الكلام ما يصير. طيب انتوا ليش ما تدخلوا؟ ليش ما تجوا لعنا؟ ليش هيك؟ احنا صارنا ببلد يعني ضريبتكم الامام يقولون. علي. طيب انت تعرف يقولون انشروا جثث العلوية والشيعة في الجبال كي لا يقال ان الكلاب جاعت في بلد بني أمية. هذا كلام يا شيخ؟ طب انتوا ليش ما تدخلوا علينا؟ ليش ما حدا يناصرنا؟ والله احنا نذبح نحن نرجع بس حدا يحكي بأمرنا يا ينطي فتوى الشيخ السيسي السيد صوتك السيستاني بعيد الشيخ صوتك السيد. اخونا. نريد فتوى من الشيخ، من سماحة السيد السيستاني. أحد يدخل علينا يناصرنا يدافع عننا. والله احنا نقتل يا أخي. والله وضعنا كتير بالفطره ظلم. مو نحن بس نظلم ولا كتير بسوريا. ضيفنا اهدأ شويه. نحن نعم نطالب شيخ علاء أنا بنصرتكم. معك. اكتم لي المايك شوي، اكتم لي المايك، اكتم لي المايك، اكتم لي المايك. نحن نطالب بنصرتكم صح والمظلومين، بس هي الفتوى مو لعبه اخونا. العلماء هم اعلم بالحال وهم اعلم بالمصلحه. واضح؟ مثلا لو بدي اسالك سؤال، مثلا على فرض السؤال، انا معكم والعالم تعلم، اول واحد طالب بالاعلام بنصرتكم والوقوف معكم هو انا. مو هسه طالبت، من قبل فتره والكل يعلم. بس انا بدي اسالكم سؤال اخواني الموجودين. النتن واسرائيل وامريكا تريد لها بس حجه على مود يتحركون على العراق، يردون في الشيء مبرر. توقع كزعيم كسيستاني دام ظله يطفد هيك تصريح راح يؤمن على سلامه العراق برايكم؟ ثقوا واعتقدوا، راح تعاني، احنا راح نعاني اضعاف مضاعفه. راح يكون العراق بالوسط، تركيا منا تضربك، ودعم الخليج ضد التشيع في العراق، وجماعه الجبهات وما ادري ايش تنفتح عليك من سوريا، والطيران فوقك. كل العالم منتظر حجه على الشيعه، لانهم يعلمون قوه التشيع هو العراق. كل العالم منتظر فالشيء يصدر من شيعه العراق يكون مبرر لاخمادهم جميعا. فانت لا تتوقع هو هيك خطوات بهالهين وبهالسرعه. هذه هي سياسه، ومرجعيتنا الافاضل وقادتنا وعلمائنا هم اعلم بالحال. ونحن معكم، ونقول اليوم وباكر نحن معكم. انتم مظلومين وقاعد تضطهدون، واحنا قاعد ننشر وقاعد نستنكر. فهدئ شويه يعني، والله قلوبنا معكم وقلوبنا قاعد. واليوم انا البث كله مخليه بسالكم.